السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. طبعا اليوم معنا فلوق جديد ورايحين إلى مكان مميز جدا جدا جدا. لكن قبل ما نطلع من البيت لازم نسوي القهوة السعودية وناخذ الدلة معنا. فأنا ببدأ الآن أسوي في القهوة السعودية خطوة بخطوة. إيش رأيكم؟ لأني أنا لازم أخذ القهوة معي في الطريق في أي مكان. ممكن تلقى شاهي، ممكن تلقى أكل، بس القهوة عاد هذه حالة خاصة. أنا ما أحب القهوة السوداء. سجى، إيش تسوين يا بابا؟ مزعجة السجى هذه. يلا نبدأ بالقهوة، بسم الله. طبعا لازم نسخن الموية أول شيء. بحطها في السخان أول شيء في السخان علشان يساعدني على الغاز، وبعدين أحطها على النار وأحط القهوة. بوريكم خطوة خطوة كيف أسوي القهوة السعودية. إيش رأيكم؟ طبعا أنا جايب قهوة كيف الشيوخ. هذه قهوة مشهورة عندنا في السعودية، وأكيد السعوديين يعرفون يتابعون الفيديو. لحظة. وعلى فكرة ترى سهلة، العملية بسيطة جدا، يعني ما هو شيء معقد ولا شيء خارق ولا خمس. خلينا نشوف البراد وين. براد القهوة. طبعا أنا في معاناة عشان ألقى الأشياء في المطبخ، ما أعرف، ما أدري وين الأشياء، ما أدري وين تنحط الأشياء. خلينا نشوف هذا. طبعا هذا البراد الخاص بالقهوة، ما نسوي فيه إلا قهوة. يعني تقريبا يشيل نص لتر إلا، بس أنا ما أحط فيه لتر، يعني تقريبا نحط لنا نص هنا مع ملعقة بن من كيف الشيوخ. هذا هو كيف الشيوخ. وين القهوة؟ وين؟ هذا الزلة اللي بسوي فيها القهوة. شكلي باجي بعيد المطبخ اليوم، لأن أنا إذا دخلت المطبخ أخرب الدنيا كلها، عشان كذا أنا محظوظ من دخول المطبخ. هذه القهوة اللي أنا أستخدمها، وبعد طالب كمية إن شاء الله توصل. بمجرد أحط ملعقتين صغيرة، يعني تكون مليانة شوي. هذه الملعقة الثانية. أوكي. طبعا مستحيل إني أحط قهوة ما تنكب على الأرض. ليش؟ ما أدري ليش لازم تنكب، لازم. صوت السخان هذا ما شاء الله كبير جدا. اوكي، انتظر بس المويه تسخن بعدين ارجع. طبعا هذا السخان اتوقع انه خلاص سخنت المويه. نجي نحط المويه على القهوه تكون حاره. قلت لكم ما اعبي البراد مره كثير، يعني اكثر من نص شويه بس، وابدا اشغل عليه النار. نعم سيدي، نعم. ددا وش تبغين؟ يلا. النار تكون خفيفه هاديه. اضيف عليه القرنفل. لحظه شوفوا، احط شويه قرنفل، احط مع خليه يطبخ عشان ياخذ النكهه والطعم. نعم سيدي. ها وش تبغين؟ تي تقريبا اتركه بعد ما يغلى 5 دقائق فقط، بس 5 دقائق تطبخ القهوة عفوا على النار، ما يتجاوز 5 دقائق. وبعدين أوريكم البهارات اللي أحطها. طبعا أنا قلت لكم 5 دقائق تطبخ على النار. أوكي ممتاز. لكن قبل ما تنتهي ال5 دقائق دقيقة أحط الهيل، ملعقة صغيرة هيل، أضيف عليها شوية. طبعا شوفوا تطفر مع النار، ممكن تطفر ممكن تطلع مع النار. أوكي، أطفي النار أحسن. واجي هنا اخذ شويه ملعقه خلطه القصيم، هذه صديقتي، هذه ملعقتين عادي يعني صار. اوكي، طفيت النار الان عشان ما يطفر ما يطلع فوق. واحط رشه زنجبيل مسحوق. الله، مبهر الدله هذه على كيفكم. بعدين اشغل النار دقيقه واحده بس الان، ما يحتاج اكثر من كذا. الله يعين المدام على تنظيف المطبخ وراي، الله يعينها. تقول ارجوك لا تدخل المطبخ رجاء، ارتاح. بس انا احب ادخل، والله اسوي حاجات حلوه، بس عاد اخرب الدنيا. اوكي، بس سجا محرق الدنيا الان. سجا مسويه صخره في البيت كله. اوكي، الان انتهت ال5 دقائق. نطفي النار
ونخليه كذا شوي عشان البن ينزل تحت، ما نصب على طول في الدلة يروح البن كله هنا. جوري، مرحبا جوري الحلوة، وين انتي؟ هلو جوري، قولي هاي. طبعا على وشك. هلا بابا حبيبي، خلي بس اسوي القهوة بابا، يلا خلينا نسوي القهوة. الآن بنصبها في الدلة. الله الله الله، ريحتها يا جماعة الخير، ريحتها عجيبة. نصبها كلها بالدلة. بصب لكم فنجان جميل الآن. لا بابا، لا تصبي ولا شيء. اوكي، شوفوا. طبعا جوي بدأت تتسلق، ما ادري ايش تسوي. ايش تسوين بابا؟ ابغى اعرف ايش تسوين. اوكي، هنا خلاص تعبت الدنيا. نعم تفضلي. طبعا تجهزنا وانتهينا، والان منطلقين باتجاه الرباط ان شاء الله. هذه سجا وهذه جودي متكين ورا، هذول هم المساندين في الرحله. رايحين الرباط، ورايحين لهذا المكان الجميل المفاجئ، وبعطيكم معلومات عنه. بتكون رحله جميله، خلوكم معنا في هذا الفلوج، وان شاء الله انكم ما تندمون على هذا المكان اللي بنروحه اليوم، لن تندمون ابدا. فخلوكم حولنا وحوالينا، القهوه موجوده وكل شيء جاهز، وجودي وسجا جاهزين، والمدام جايه الحين ومنطلقين. ايش؟ شكرا. جوري، احنا وين بنروح؟ الرباط. وين مكان في الرباط؟ في القرية. اي قرية بنروح لها؟ سليمان. نو، مو بن سليمان. مو بن سليمان، بنروح القرية الجميلة اللي اليوم بيشوفونها متابعينا. اوكي؟ بس ارجوكم لو سمحتوا حطوا لايك، تابعوا الفيديو، فعلوا جرس التنبيهات عشان دائما اي مقطع ننزله يجيكم. هذه الاشياء اللي تسوونها ترى تعطيني دعم معنوي كبير جدا اني اكمل واصور واتحمس، ونبغى نوصل القناه ان شاء الله 100,000 خلال شهرين عشان ناخذ الدرع. اوكي، يلا ادعمونا الله يحفظكم. طبعا هذه قهوه، وهذا البسكوت اللي انا احبه دائما مع القهوه. هذا التمر هناك، موزعين كل شيء يمكن. احنا في الاتوبيس الان، الطريق السريع، وبوريكم حاجه خاصه الناس اللي جايين من الخليج. اذا انت تقعد 10 ايام 15 يوم تمشي مع الاتوبيس كثير، الطريق السريع اللي يطلع من مراكش على كازا على بوزنيقة على الرباط الى طنجة، في جهاز صغير تاخذه من اي محطه من محطات الدفع اللي موجوده على الطريق، وتثبته هنا وتشحنه. اذا وصلت البوابه ما يحتاج توقف وتمسك سرة وتتاخر، خاصه بعض البوابات فيها زحمه كبيره، على طول تمشي يقرا لك الكود ويخصم الفلوس ويمشي. عاد هذا اليوم جونا الله يحفظ المغرب. شوفوا الغابات على الطريق، شوفوا الجو، فيه غيوم، الجو ما زال بارد شويه. المنظر جميل، ربيع، اجواء خياليه صراحه. خلوكم معنا يا حلوين الله يحفظكم. الان قربنا من الرباط، بس ما بندخل مدينه الرباط دايركت، ندخل مع الطريق اللي يطلع الطريق الدائري، اتوقع اسمه الدائري. هذا طريق طنجة فاس، ما يدخل المدينة، روح يمين. شوف هذه اللوحة الخضراء قبل ما تدخل الرباط، حي الرياض، طنجة، فاس، يمين، عشان ما تدخل في الزحمة وتدخل في متجهين لوجهتنا ان شاء الله. انا ما ابغى احرق الفيلم عليكم. القرية هذه مميزة وفيها تاريخ عجيب، فيها قصة عجيبة، تتفاجئون حتى من شكلها القرية هذه. فلا تروحون بعيد، الله يسعدكم. خليكم مثل ما قلت لكم، تابعوا القناة، اشتركوا في القناة، عفوا فعلوا جرس التنبيهات، حطوا لايك الفيديو، تعليق جميل، كل هذا يشجعنا الله يوفقكم ان نزيد ونزيد ونزيد. ما شاء الله تبارك الله، يدهشك بجماله، يدهشك بروعته بصراحة. اخضر، غابات، مساحات خضراء. هنا يبدو في غابة جميلة وفي منتزه وطني هنا، اتوقع اسمه الامم، منتزه الامم. وانت ماشي في الطريق والله ما تمل ابدا ابدا، ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. يعني الرباط جوهره خضراء.
وصلنا وجهتنا. يمكن تستغربون هذا الباب الفيتنامي ايش دخل فيتنام في المغرب؟ شوفوا العلم المغربي والعلم الفيتنامي تشوفونها. طبعا هذا المكان احنا فيه اسمه القرية الفيتنامية شمال الرباط، او يسمونها بعد دوار الشينوا. لها قصة عجيبة، انا عجبتني قصتها، قرأتها في الانترنت قلت لازم ازور القرية هذه. ايش قصتها؟ مجموعة زمان ايام الاحتلال الفرنسي اخذوا مجموعة من المغرب ودوهم مع الجيش الفرنسي على فيتنام ايام الصين الهندية، وكان في حروب هناك، وكان ضد فيتنام وضد ايام المعسكر الشيوعي والرأسمالي. فهذول الجنود المغاربة يوم وصلوا هناك ما قاتلوا مع الجيش الفرنسي. رهيبين صراحة، قاتلوا مع الفيتناميين. يوم انتهت الحرب بقوا في فيتنام. تعرفون تبعد فيتنام من هنا 10,000 كيلو متر، وذيك الايام لحركة المواصلات والطيران والاتصالات مو مثل اليوم، يعني كانت الامور صعبة. فبقوا هناك وتزوجوا هناك. الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه سمع بخبرهم، ارسل لهم مندوب الحكومة وعرض عليهم يجيبهم، فعلا جو. فيوم رجعوا قالوا ايش تبغون؟ تبغون تعيشون في المدينة وتاخذون وظائف ولا تبغون مزارع؟ قالوا نبغى مزارع. فاعطوهم اراضي وعاشوا فيها. طبعا هم تقريبا 7 أو 8 جو بزوجاتهم وبعيالهم. عيالهم كبروا وراحوا اللي في فرنسا واللي في اوروبا واللي في امريكا. الكلام هذا قديم طبعا، والان موجود، بعضهم موجود بعضهم لا مات رحمة الله عليه، وفيه باقي ناس منهم يعني. فانا جيت اصور في هذا المكان، جيت اصور من قلب الحدث من عند الباب الفيتنامي. شوفوا مسوين هذا الباب، مسوين تخليدا لذكراهم واللي الحدث اللي صار معهم والهجرة اللي صارت ورجعت. فسبحان الله أحداث غريبة عجيبة تشوفها. جوري، خلنا أوريكم جوري وسجع. جوري وسجع عند الباب الفيتنامي. روح هناك يا بابا عشان تصورون هناك. يلا روح هناك. هاي يلا هذه جوري وسجع عند الباب الفيتنامي. شوفوا الباب الفيتنامي، تشوفوا الكتاب، هذه الأعلام، هذه الأراضي حقتهم ما شاء الله تبارك الله، جنة الأرض. هذا موقعهم ما شاء الله. يجيهم ناس يصورون، حتى قناة الجزيرة تصورت عندهم هنا. أنا شفت مقطع فيديو من قناة الجزيرة صورت في هذا المكان، وشفت أكثر من فيديو مصورين. الناس لطيفين، جينا سلمنا عليهم مرحبين ويا مرحبا وأهلا وسهلا، ويعني ما يستغربون الضيف اللي يجي ولا يستنكرونه ولا. فهذه بس حبيت انكم تشوفون هذا المكان. ما في احد منهم، كبار السن ماتوا، باقي واحد فقط عمره 90 سنة في المستشفى، الله يحسن خاتمته ان شاء الله. والبقية لا، نساء وكبار في السن. يعني القصة بدت انتقلت من اجيال الى الجيل الحالي، من كله مو موجودين، اللي طبيب، اللي مهندس، اللي تاجر، اللي موظف الحكومة، اللي انتقل الى اوروبا. بس حبيت اني اشوف المكان، انا حبيت اشوفه صراحة، يعني كان عندي لهفة اني اشوف المكان. الحمد لله جيت صورت لكم المكان. هذا هو المكان. هذه فيه طبعا هنا في الدوار هذا، في دوار ثاني، في مجموعة ثانية هناك، لكن اللي موجود كلهم عيالهم يعني. هذا فقط رحلتنا اليوم وفلوقنا اليوم. يمكن وانا راجع في الطريق اكمل على الفيديو والله اعلم، لكن عاد اذا شفت الفيديو حط له لايك، اشترك بالقناة، لا تنسى تفعل جرس التنبيهات، ولا تنسى تعطينا دعوة حلوة وكذا، تسوي تعليق جميل، هذا يشجعنا ويساعدنا. طبعا من الاشياء اللي اثار الفيتنامية، هذه الحامضة الفيتنامية، ليمون وحامضة. احنا الليمون في الخليج، الليمون هو الحامض مش البرتقال، بس هذه يقول لك عشان يطبخون بها الاكل، يقولون غالية، قيمتها غالية يعني. هذه ايضا شجرة فيتنامية جايبينها من فيتنام، وتنتج اشياء كانها البوعويد، الكمثرى، بس ما شفنا ثمرها لانه ما في انتاج الان لها. هذه الشجرة بعد فيتنامية اسمها بابلوموز، هذه تعطي انتاج ليمون بس كبير، اكبر حتى من البرتقال العادي، وهو يجي كبير جدا، اكبر زي البطيخ. ما شاء الله تبارك الله. هذه من الاثار الفيتنامية اللي موجودة هنا. هذه شجرة الباباي من فيتنام جايبينها بعد. يعني هذه الاشياء اللي ممكن تدلك انه المكان فيتنامي. طبعا للتصحيح في معلومة، انا سألت، جانا واحد من الاخوان اللي هنا قال لا عددهم كثير،
اللي رجعوا في طياره واحده بس 85، بس انهم منتشرين في مراكش، في الشمال، في الوسط. لكن هذا اللي تكون عندهم دوار، تكون عندهم، واللي سووا الحركه هذه هم الدوار هذا اللي هنا. الا العدد اكثر، وفي ناس اصلا ما رجعوا بعائلاتهم، بقوا يعني عائلاتهم رفضوا يجون وبقوا هناك، لكن العدد الاكبر رجع. فهذه معلومه تصحيحيه. يقول لي الاخ قبل شوي انه الاسبوع هذا جاهم برضه واحد يوتيوبر سعودي وصور عندهم مكان، بس لقى المرأة الفيتنامية اللي هنا اليوم ما لقيناها للأسف. قالوا راحت الرباط، وكبار يعني صاروا كبار وصاروا، لكن إن شاء الله لو صار فرصة مرة ثانية نرجع ونصور معهم. أنا كان عندي يعني رغبة شديدة إني أجي أصور في المكان هذا، وباقي عندي أكثر من مكان إن شاء الله بصور فيهم، خاصة مكان يا جماعة الخير ناوي أصور فيه وأقول لكم قصتي مع المكان هذا إن شاء الله. لا تنسون دعم الفيديو، الله يحفظكم، تابع القناة، حط اللايك، فعل جرس التنبيهات، بيكون فيه فلوقات جميلة الأيام القادمة بشكل رهيب جدا. بغرقكم فلوقات، بس أغرقونا دعم يا حبايبي. أهلين حبايبي، طبعا رجعنا من القرية الفيتنامية وجينا على كورنيش الرباط، قلنا بنتغدى، نبغى نشوف مطعم سمك. والله لقينا كورنيش حلو هنا، شوف السفن هناك، مطاعم عائمة، هذا الكورنيش والناس يتجولون والمكان جميل. بس احنا نتوقع البرد انه خلص، ما خلص البرد، يعني من العصر طالع يجيك الهواء البارد، فلازم تلبس. وانا كل مرة يضربني البرد يحوسني حوس، لكن ان شاء الله انه ما يأثر اليوم. لقيت جاكيت ورا في السيارة ولبسته، والآن بنروح نتغدى وننبسط. الرباط حلو والله. هذا نهر أبي الرقراق، أتوقع نهر أبي الرقراق، يعني يجي ويصب في البحر. فبنوريكم وين بنروح، خلوكم قريبين معنا. طبعا جينا هذا المطعم البحري على البحر. طلبنا سمك، اشتريته بعد خديجة غير السمك وبيتزا عشان سجا وجوري. هذا البحر هناك، اقرب الكاميرا لكم. هذا مو بحر على فكرة، هذا نهر أبي الرقراق يصب في البحر، بس انه قريب البحر. هذا النهر وهذا المكان الجميل، وهذه الشيخة الأميرة. لا ها؟ لا